في ناس مش بتحبك، هي بس مش عايزة تخسرك، وده أخطر من الخيانة نفسها. أنا بنت قابلت شخص شكله محترم، أسلوبه هادي وكلامه كبير، بيعرف يقول اللي يتقال عشان يخليكي تحسي إنك أهم حاجة في حياته. بس الحقيقة في فرق كبير من اللي بيحبك وبين اللي محتاج وجودك عشان يملى بيه فراغه. في يوم من الأيام الشخص ده قال لي إنه مش قادر يعيش من غيري، وإن حياتي جزء من حياته، وإنه مختلف عن أي حد تاني. وأنا بثقتي صدقت. بس بعد شوية اكتشفت إن نفس الشخص ده اللي بيقول كل الكلام ده كان بيدور على واحدة تانية وبيفكر يرتبط بيها، هو عادي جدا، ولا كأن في مشاعر كانت هنا. وقتها فهمت إن مشكلته مش معايا، مش مشاعره نفسها مش حقيقية. هو مش بيحب، هو بيتعلق بس وقت ما يكون محتاج. أول ما يطمن إن في حد متعلق بيه يبدأ يدور على بديل. دي مش رجولة ومش حب، دي أنانية وتلاعب بمشاعر الناس. أنا مش بديل ولا محطة انتقالية ولا حل مؤقت لفراغ حد. أنا قيمة، واللي مش ثابت ولا صريح ولا عارف هو عايز ايه ما ينفعش يكون في حياتي أصلا. ومش معنى إني مشيت إن ده ضعف، لأ، ده احترام لنفسي وكرامتي. ربنا ساعات بيكشف لنا الحقيقة عشان ينقذنا، حتى لو في البداية وجع. لو حد لعب بمشاعرك ما تلوميش نفسك، لو حد استخف بوجودك ما تتمسكيش بيه. الحب مش كلام، الحب مواقف وثبات. وانا اخترت امشي لان اللي يستحقيني عمره ما هيسيبني. خيار اني اشك في قيمتي.